الدخل الكبيرين فاعل جمعوي من مدينه فاس. خديت التجربه ديال الاداره ديال قافله تضامنيه اللي طلع بها الطريق نواحي مراكش الحوز، وبالضبط الأنزميز، المنطقه ديال الأنزميز الدواوير ديالها. كانت حمله كبيره على مستوى مدينه فاس اللي عطينا مجموعه ديال النقط، واللي جمعنا واحد المساهمه كبيره من عند المواطن الفاسي اللي مشكور من هذا المنبر من طبيعه الحال على ذاك التضامن ديالو وعلى ديك الحرقه باش كان تيتعاون معنا باش يجمع واحد الكميه كبيره ديال المواد اللي محتاجين لها الناس في ضحايا الزلزال. وفعلا وفقنا الله اننا نوفروا مواد كثيره، واننا كذلك نوفروا الشاحنات اللي ممكن انهم يوصلوا لنا ديك الاعانه للمناطق المنكوبه. وصلنا بحول الله للمناطق المنكوبه بالضبط، وشفنا الحاله اللي كيعيشوها اهل الحوز من طبيعه الحال، اهل الحوز واهل اكادير، تارودانت وإيمنتاند إيمنتاكن بالضبط. حالة حقيقة أن حالة يرثى لها اللي كيعيشوها الآن الإخوان ديالنا في المنطقة. الحمد لله وصلت إعانات كثيرة، إعانات في المستوى اللي ممكن أنها تسد الخصاص اللي كيعانيوه هاد الناس هادو. الان الناس كتطلب دابا المأوى، كتطلب المأوى على شكل قياطن ريثما يتم الاعمار ديال المنطقه. هذه دعوه لجميع المغاربه انهم دابا اللي قادرين يديروا شي مساهمات يديروهم في هذا الباب، هذا الباب ديال القياطن ديال الخيمات اللي باش الناس تدخل، لان الموسم الجاي راه موسم ديال البرد والشتاء وخاص الناس فين تغطى فين تخبى. دعوه لجميع المغاربه انهم يساهموا في هذا الباب هذا، وكذلك الاواني المطبخ باش الناس ترجع للحياه الطبيعيه ديالها، تبدا طيب، تبدا، لانه ما يمكنش يبقاو كيعيشوا على المصبرات مده طويله. وبالتالي خاص الناس تستقر باش حتى الوليدات اللي غادي يرجعوا للمدرسه يرجعوا، اللي غادي هذا باش يتم عمليه اعاده الاعمار ديال المنطقه. يعني ما غنبقاوش واقفين في يعني غير في هذا الحد هذا، يعني خص يوقع تقدم باش في العمل باش ديك المنطقه ترجع للحياه الطبيعيه ديالها. كنا ندعو المغاربه من طبيعه الحال اللي عاوتاني عندهم الامكانيات انهم يتوجهوا للرقم اللي خصها الدوله لهذا الفاجعه هذه. الناس تساهم في ذاك الصندوق هذا باش ننتقلوا لعمليات الاعمار، لانه ما نتعطلوش ان شاء الله بحول الله. خص هذا الشيء هذا يتسرع وتكون العمليه في اسرع وقت، ان الناس ترجع للحياه الطبيعيه ديالها، لانهم باش ينساو الالام ديال الضحايا اللي توفاو وديال الجرحى اللي كاينين. وهذا من طبيعه الحال من هذا المنبر هذا كنطلبوا الرحمه والمغفره لجميع الاموات، وكذلك كنتمناو للمصابين الصحه والسلامه والشفاء العاجل ان شاء الله. هاد العمليه كلها كيقودها صاحب الجلاله نصره الله وإياده، مشكور على هذا الروح اللي تربى عليها الشعب المغربي. والشعب المغربي من طبيعه الحال دائما عنده مثل اعلى اللي هو صاحب الجلاله. اللي المغاربه كلهم عبروا على المعدن ديالهم الاصيل، عبروا على المعدن الاصيل وعطاو رسائل للعالم هذا التضامن، بهذه القوه التضامنيه اللي عندهم. مشكورين المغاربه كاملين على اللي ساهم بالقليل او بالكثير، وحتى اللي غير تألم مع هاد المكلومين راه من طبيعه الحال راه دعم وساهم في التخفيف على هاد الناس هادو. شكرا لكل المغاربه من هذا المنبر.